السلام عليكم، وحشتوني يا رب اكون وحشتكم. بصوا يا جماعه، انا شفت فيديو غريب قوي. شفت فيديو لحريم واقفين بيتكلموا والمذيع بيسالهم، وجايبين ثلاث اطفال. يعني مش عايزه اقول لكم مثلا ايه سنهم كام سنه. يعني حاجه بتاع 12 سنه، 8 سنين، 4 سنين. الاب طفش والام طفشت ورموهم في الشارع. رموهم في الشارع حرفيا. الناس اللي بيتكلموا بيقولوا رحنا لجدهم نقول له خد العيال، قال لهم روحوا ارموهم في ملجأ. ارموهم في ملجأ. لما الأب يطفش ويرمي 3 عيال والأم تطفش وترمي 3 عيال، منتظرين إيه من الجد؟ هل ده هيخلف ويرمي ودي تخلف وترمي هو اللي هيشيل؟ قال لهم ارموهم في الملجأ. يعني هيعمل لهم إيه آخر؟ هيعمل لهم إيه؟ مش عارفه. يعني ما كانش في حنيه من قلب الاب ولا قلب الام، هيبقى في حنيه في الجد يعني. ما هو كله من نفس المنبع. المشكله بقى ان الناس بيقولوا ايه؟ احنا يا جماعه ايه؟ كل واحده فينا اتفقت تاخدهم يوم. اصل انا هيبقى افتراء لو واحده فيهم خدت ال3 اطفال على طول. كل واحده فيهم عندها عيالها، بياخدوا ال3 اطفال اكل وشرب ونوم وحموم ويلبسوهم من ولادهم. دول عند مثلا عند ام فلانه، تاني يوم عند جارتها اكل وشرب ونوم ويلبسوا من هدوم عيالهم وكده. لكن امتى هيستمر الموضوع ده؟ لامتى يعني؟ انا مش عارفه ايه اللي جرى في الزمن اللي احنا بقينا فيه دوت. وواحد لسه كان بيتكلم معايا، بيقول لي لقيت واحد راكب توك توك بيزعق لواحده ست ومعاها عيله. فبقول له يا عم ما تتكلم معاهم عدل يا عم، ده ست كبيره بتتكلم كده. لا، قال له سيبها يا امي، امك. يا ريتني ما عرفت. ده واحد واقف في الشارع بيشتم امه واخته الصغيره. اكيد كانوا رايحين عايزين منه فلوس يعني. تيجي لواحد تاني. يعني مش عارفه اقول لكم ايه. الناس اللي بقت ليه الضنا ما بقاش غالي كده؟ ليه الضنا ما بقاش غالي؟ ليه بقت صله الرحم بينا صعبه؟ صله الرحم بقت بينا صعبه ليه كده؟ الاقي مثلا واحد اتخانق مع مراته وهو طلقها، ولا اترمت غلط في داهيه هي وهو، انتوا خدتوا قرار الانفصال. الاطفال دي مالها؟ يعني واحده برضو كانت رايحه عندي كوبري العمريه، راح ترمي ولادها الاتنين ورمتهم بالفعل، وكانت هترمي نفسها وانقذوها. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ احنا ليه بنوصل لان احنا لما بنبيع ليه كده؟ لما تاخد القرار انك تسيب مراتك انت سيبها، هي تسيبك، بس ما تسيبوش الاطفال. ما ذنبهمش حاجه، هم دول ما فرحتوش بيهم لما جم. ليه وهي تطفش مش لاقيين اكل؟ لا انت ولا هو، والله العظيم الدنيا مليانه خير. ده انت لو رحت مسحت سلم، روحت شلت طوب. انا بشوف ستات بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بتشيل انابيب عشان تراعي ولادها، بتسوق توك توك عشان تراعي ولادها، قاعده في الشارع بتعمل سندوتشات، بتبيع خضره. مش عيب ولا حرام، بتمسح سلالم بيت. وتلاقي الشاب معاه شهاده عاليه وبيمسح بيت لان هو كرامته بالدنيا. ليه اللي احنا اللي بيحصل ده؟ ليه؟ استعيذوا بالله من الشيطان كده. قولوا والنبي كده يعني اما تيجي تطلق مراتك ولا تسيبي جوزك، فكروا في العيال. يا اما ما كنتوش تخلفوا. ما انتوا ما تضربوش 3 4 عيال والاخر لما يحصل خلاف بينكم وبين بعض تضربوا فيهم. يعني الراجل اللي طلق مراته، وبأهل البلد كلهم بيحكوا بأخلاقها وبأدبها وبذوقها، وست محترمة ومعلمة أولادها القرآن، بتدوم الكتاب يحفظوا قرآن، يتخانق معاها فهي زهقت من معاملته، اطلع سيب لك البيت. قال لها يلا مع ألف سلامة في 60 داهية، بس مش هتاخدي العيال. العيال دول إيه؟ 3 عيال. 3 عيال. قال لها مش هتاخديهم. أكبر ما فيهم 13 سنة وأصغر ما فيهم 5 سنين. وفي بنت في النص كده، يعني نقول 7 8 كده. سابها، راحت عند أهلها. جاب أمه تراعي الأولاد. أمه كانت ست محترمة وست حنينة عليهم. بقى هو يروح شغله، هو تقول لهم روحوا المدرسة وانتوا جايين عدوا سلموا على أمكم. حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. دول بيروحوا المدرسة. العيل اللي عنده 5 سنين ما بيروحش. العيل اللي عنده 5 سنين دوت عمال يعيط وعايز يروح لأمه.
الولاد نجحوا جايين فرحانين قوي، فرحوا ابوهم، بس عايزين يروحوا يفرحوا امهم طبعا. مرضيش، قال لهم ما انتوش رايحين. عايزين نروح عند امنا، قال لهم ما انتوش رايحين. فبيقول لهم ما انتوش رايحين الا لما اموت. رد العيل الصغير اللي هو 5 سنين، قال له يا رب تموت. ادي طفل نطق كلمه بمنتهى العفويه. الراجل اتجنن، دخل جاب سكينه ودور الضرب في ولاده، موت الاتنين الكبار. الطفل الصغير ابو 5 سنين اللي هو قال الجمله طلع يجري على الشارع. ام الراجل جت تلحقه، ايه اللي انت اتجننت، ايه اللي انت بتعمله ده؟ راح ضارب امه الاخرى. تخيلوا بقى الشيطان يتحكم فيه لدرجه ان هو يموت عياله الاتنين وامه اخرى والطفل الصغير جري. ليه ده؟ ليه؟ ما هو الشيطان لازم، انت زبون جامد قوي عنده على فكره. كفايه ان هو قال لك اعمل كذا وانت عملت ليه؟ اتقبض عليه بعد 3 ايام. ايه اللي حصل؟ الام كده متحسره وبتموت على عيالها، وهو كده ياخد له اعدام وامه ماتت. ايه ده؟ ايه ده؟ النبي لما يجي يحصل حاجه زي كده استعيذوا بالله من الشيطان كده، وخشوا اقعد في اوضه وانت تقعدوا في اوضه. ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض، وما تدوش فرصه للشيطان ان هو يتدخل ويشوف شغله. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربنا يهدي يا رب ويصلح الحال يا رب، ويكفينا شر الشيطان. السلام عليكم.